السلام عليكم. لا شك أن متابعي كرة القدم يعلمون جيدا أن اللاعب كريستيانو رونالدو قد انتقل إلى فريق النصر السعودي بعقد يصل إلى 200 مليون يورو سنويا، وأن اللاعب كريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق قد انتقل إلى فريق الاتحاد السعودي بقيمة 200 مليون يورو خلال موسمين. هل تتخيل عزيزي المشاهد لاعبين فقط انتقلوا إلى اللعب في السعودية بمبالغ خيالية جدا؟ وأزيدك من الشعر بيتا، وهو أن فريق الهلال السعودي كان على استعداد لدفع أكثر من 400 مليون يورو سنويا من أجل الحصول على خدمات اللاعب ليونيل ميسي. يعني يا صديقي 3 لاعبين فقط سيحصلون على ما يقارب المليار يورو سنويا. وفي الجهة الأخرى الملايين من المسلمين أمنيتهم الوحيدة هي أن يحجوا إلى بيت الله الحرام، لكنهم لا يستطيعون ذلك بسبب غلاء تكاليف الحج. وأنا لا أنتقد السعودية خاصة، بل كافة أو أغلب الدول العربية، كون أنهم يخسرون ملايين الدولارات سنويا على الرياضة، وفي المقابل تجد الشعوب العربية تعاني من الفقر والبطالة والتهميش. هل تتخيل ماذا تعني مليار يورو سنويا؟ إن الرقم كبير جدا، ولكي تتأكد من ذلك حول المليار يورو إلى عملتك واكتب لي الرقم في التعليقات. ستتعب من عد الأرقام رقما، أما أن تقرأ العدد كله فيجب أن تكون معك دكتوراه في الرياضيات. ما أحاول قوله هو أن الرقم كبير جدا، إضافة إلى أنه سيدفع سنويا، ولو أن ربعه فقط صرف في سبيل تسهيل تكاليف الحج لانتفع المسلمون. ولو أن ربعه فقط صرف في سبيل فض مشاكل سوريا لعادت سوريا كما كانت. ولو أن ربعه فقط صرف في سبيل القضاء على المجاعات والفقر في البلدان العربية والمسلمة ما كنت لتجد فقيرا منذ سنين. ولكن هيهات أن يفعل العرب والمسلمون ذلك، لأنهم قد تشبعوا بثقافة الغرب وأصبحوا يقلدونهم، وأصبح آخر همهم أن يفكروا في إخوانهم أو في الإسلام. وللأسف هذه هي الحقيقة، رغم أن كلامي لن يعجب البعض. وإلى هنا أقول لكم العون.